السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صوابع زينب. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ يلا تابعوا معانا الفيديو عشان نشوف هنعمل ازاي الاشكال الحلوه دي ازاي. بسم الله ونقول المقادير. معانا كوبايه وربع، كوبايه وتلت دقيق، معانا ربع كوبايه سميد، معانا ربع كوبايه زيت، معانا نص كوبايه ميه دافيه، معانا معلقه صغيره خميره ونص معلقه صغيره سكر وربع معلقه صغيره ملح. هنحط المقادير كلها على بعضها، الدقيق على السكر على الخميرة على الملح ونقلبهم. بعد كده ننزل بالزيت وهندعكم شوية، يعني هنبسهم تقريبا عشان هي طبيعي بتبقى ناعمة ودايبة، بس كويس اوي بالزيت. بعد كده ننزل بالمية الدافية شوية شوية، ممكن ما تاخدش نص كوباية كلها لغاية ما تلم معانا. هنا لمت معايا وما خدتش المية، ربع كوباية المية فاض منها معلقتين. هنكورها زي ما انتم شايفين كده، وعندنا اشكال كتير قوي بقى ممكن تطلع منها. ممكن زي ما انتم شايفينها كده، دي القطاعة بتاعة المخلل، تبقى مشرشرة او على مبشرة او على اي طبق شبك زي ما انتوا عايزين، او على اي مصفى سلك. تطلع كل الحاجات دي تنفع. نعملها صوابع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، نبططها اول عليها عشان تاخد الرسمة، وبعدين نلمها بالشكل الحلو شايفين ده. بنعمل الاشكال كلها ونرصها بقى، وبعد كده نبدأ نقليها. طبعا العجينة لما عجناها سيبناها ريحت حوالي 10 دقايق واشتغلنا على طول. شايفين هنا على المبشرة هطلع برضه شكل حلو قوي. من الاشكال زي ما انتوا عايزين، هي بتبقى رفيعة ما بتبقاش عارفين فيها خميرة، بتنفش شوية في الزيت. الزيت بتاعها بيكون سخن جدا وبننزلها فيه، وبعد ما ننزلها نبدأ نهدي النار، نقليها بقى على نار هادية عشان هي بتحمر بسرعة. ده طبق شبك بيطلع المنظر الحلو تحفة. ده برضو في حاجة عندك من الشفتة دي ممكن تنفع، ممكن مبشرة، ممكن مصفى سلك، كله ينفع وأشكال حلوة ازاي. بنسخن بقى الزيت بيكون سخن قوي، بننزل الصوابع زينب فيه، شوف تحمر في ثواني، تطلع في الاخر المنظر حلو ده. بنعملها العسل بتاعها عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية مية، ونص ليمونة او ربع معلقة ملح ليمون. الف هنا، متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.